كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الأنام بشوقه، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا كنت في رنين امبارح وقلت اعمل لكم جولة كده على السريع، معذرة في البداية على الصورة لاني كنت بصور وانا ماشية فهي مهزوزة شوية. الكنبة اللي هي على اليمين دي كانت ب 1300 جنيه، كان عليها عرض. العروض دي مكررة يا جماعة، يعني تابعوهم هتلاقوها تاني. فعشان كده انا بصورها لكم يعني. هي كنبة سرير شكلها كان شيك قوي، بس طبعا بصراحة انا معرفش جودتها يعني. ده كده مفرش سرير، ما كانش عليه سعر للأسف. خلاص. في كمان الكنبة دي هياها اللي انا وريتها لكم الاول، بس هي في منها كذا لون، اللون الفيروزي ده طبعا جميل يعني. ده كده برضو مفرش سرير. انا كده في طريقي بقى لقسم الادوات المنزلية تحت بتاعة المطبخ وكده. هما جابوا سراير اطفال كمان. اهي دي خشب. على الشمال كده قسم الاجهزه الكهربائيه، بس انا هوريكم بقى. ده كده سراير الاطفال اللي هي البيبيهات. ده كان ب 495 جنيه. اعتقد سعره كويس يعني، هزاز هو كمان. ده كده قسم لعب الاطفال والحاجات دي، برضو كان عليها عروض اللي هي الالعاب بتاعه الاطفال وكده. كان في كمان فوانيس بمناسبة رمضان، طبعا اللهم بلغنا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. الفوانيس الخشب دي كانت اسعارها حلوة جدا يعني. ده مثلا كان ب65 جنيه. شكله تحفة، كان شكله حلو جدا. كان في دول كمان كانوا كلهم في الرينج ده، اللي هو البني الغامق شوية، ده كان ب55. على فكرة احجامهم كويسة يعني، مش صغيرين قوي. والكبير شوية ده كانش عليه سعر، اللي هو الكبير شوية. ده بقى بكار وبوجي وطمطم وحاجات كده، ده كان سعره 45 جنيه. برضو حجمه كويس يعني. وسعره كمان حلو. هنا بقى الحاجة بتاعت المطبخ، كان في حاجات كتير عليها عروض بصراحة، كانت حلوة جدا. وزي ما قلت لكم يا جماعة، النهاردة كان التلات عرض 99 جنيه، وكان حلو جدا. بصوا بقى الصواني دي اختي كانت عايزاها، دي صواني بسبوسة. ولما شفتها لقيت افضل حاجه فيهم كانت اللي بعلبه حمرا دي، افضل من الزنوكي، وكان اسمها عبود او العبودي. هو قال لي ب 115. بعدين مشيت بعد ما خدتها ورجعت لقيتهم كاتبين 99. قال لي معلش الورقه كانت واقعه، وانا ما كنتش اعرف يعني انها عليها عرض وكده. كان في دي اللي هي الزنوكي، كانت حلوه جدا بس احجامها كانت اصغر. والكبيره اللي ب 135 نوعها كان وحش جدا، كانت برضو الزنوكي بس كان نوعها مش حلو خالص. ده برضو كان في عرض 99. كل الحاجات دي بصراحة كانت روعة. الصواني مقاس 26 ومقاس 28 ومقاس 30، كل ده كده كان بالصينية كانت ب99 جنيه. بصراحة يعني عجبني جدا العرض ده، خصوصا ان انا بحب حاجة التروفال، يعني تروفال خامتها بصراحة حلوة. خلاص. دي كانت كبيرة قوي، كانت مقاس 38، بس ما كانش اعتقد، لا ما كانتش في العرض طبعا بتاع 99. هم كانوا كاتبين 26 و28 و30 في القالب اللي هي المستطيل او المدور يعني. كان في كنكة كمان الصغيرة اللي في الارض دي، كانت ب45 جنيه، برضو من تروفال. الحلة دي كانت ب306 مقاس 26، بس بصراحة انا شايفة ان هي غالية. هنا بقى كان ستانلس، اللي في الوش ده كان ستانلس زينوكس، برضو اسعاره كانت يعني فرداني، كل حلة لوحدها. الكبيرة خالص كانت ب700 وشوية لحد 200 وشوية. دي كانت برضو ب99 جنيه، كانت في العرض اللبانة دي.
انا اسفه يا جماعه على التصوير، لان كان في زحمه كمان، وانا كان غصب عني الدنيا كانت بايظه يعني. فانا اسفه يعني. الركن اللي على اليمين ده بقى بتاع الحاجات اللي هي الرفيعه بتاعه المطبخ، المقشره والشياله بتاعه البسبوسه، ورق الكب كيك، اللي هي القوالب اللي بتعمل اشكال، حاجه الكحك والبسكوت. كان في هون اللي هو بتاع التوم، المبشره، المسكات، الحاجات دي كلها كده، مخرطه، كل ده كده موجود هناك. اسعارهم فيها مش بطالة يعني. ده كده كان قالب بتاع كيك، كان برضو لا كان ب80، كان ب80 جنيه. ليه ماسك برضو سيليكون اهو. كان في منه الوان، وكان في منه كمان اشكال. كان في شكل زهرة اللوتس يعني غير دي بقى التيفال، ما كانش عليه عرض طبعا. الصينية ال26 دي كانت ب420 جنيه. بصراحة يا جماعة أسعار التيفال مبالغ فيها جدا يعني، حتى لو هو واخد اسم وشهرة والكلام ده كله، بس بصراحة يعني أسعاره مبالغ فيها جدا. أنصحك تستبدليه بالتروفال، حلو جدا يعني. دي تيفال كانت ب260 جنيه، صينية بسبوسة يعني، بس صينية واحدة. ده كان كده طقم حلل حراري، زجاج حراري، كان ب1800 جنيه. كان في كمان طقم شربات، كان لذيذ والله وحلو جدا، سعره كان 150 جنيه. آه، دي بقى اطقم التوابل. عايزه اقول لكم حلوه قوي يعني. كانت عجباني جدا، اشكال هناك حلوه بجد، بس الاسعار ما انصحكوش تجيبوها من هناك يعني. انا بس بفرجكم بس اشكالها، وانتي ممكن تروحي تجيبيها من العتبه، درب سعاده وحمام التلات والكلام ده كله. كانت هتبقى يعني هناك يعني هتلاقيها ارخص كتير. اللي فوق اللي انا وريته لكم ده كان ب570، دول ب430 تقريبا، وفي ب600 وشويه. فهم بصراحه اوفر قوي في اسعار الاطقم التوابل دي يعني. ده كان ب450 او ب430، 420 يعني، فوق ال400 اقصد. اشكالهم صحيح حلوة، بس لو رحتي الاماكن بتاعه العتبة وكده هتلاقيهم ارخص. ده كان طقم كاسات برضو، كان ب99 جنيه، اللي هو كل 2 لون، اللي هو الملون ده. شكله كان كويس يعني، كان سعره 99 جنيه، هو واللي جنبه ده. العروض دي هتلاقوها تاني يوم التلات اللي جاي، اللي حابب يعني. صواني التقديم كان في اسعار اوفر قوي ومبالغ فيها، واللي هو الاستانلس العادي الساده كانت اسعاره كويسه. كان في صواني الصينيه ب68 اللي هي لوحدها. اما الاطقم اللي هم 3 في بعض دول، بصوا دي كانت ب79 جنيه. بس معرفش بقى الواحده لوحدها ولا ده ايه يعني. آه، خلاص. دي كده اشكال الاطقم الصواني. ده كمان، دي كمان اطقم توابل. ده كان ب99 جنيه، 4 ستانلس كده مع بعض بدل 135. بس زي ما اتفقنا الحاجات دي ما تجيبيهاش من رنين، لان بجد اسعارهم فيها بيبقى مبالغ فيها قوي يعني. الخشب ده كان ب200 او ب195. آه هي دي كده الاشكال اللي هي بتاعه الرخامه، بتتحط على الرخامه. كان في ده كمان، واللي فوق كان ب200 جنيه، 199 جنيه. للأسف الإزاز عاكس طبعا والصورة مش واضحة قوي، بس هي في الحقيقة بصراحة يعني على الطبيعة شكلهم كان شيك قوي. هنا بقى ده كده طقم كاسات وكوبايات شاي، كوبايات قهوة، كان ب186 جنيه. كلهم نفس الشكل اللي بيبقى فيهم إطار ذهبي من فوق كده. هما 18 قطعة من كل حاجة 6 كاسات وكوبايات شاي وكوبايات قهوة. سعرهم كان 186 جنيه. عندهم كمان تحف والحاجات دي، بس طبعا برضو اسعارهم هناك غالية جدا. هي الحاجات دي اوريدي غالية في اي مكان، بس هناك كانت غالية اكتر يعني في رنين. دي بقى كاسات واطقم الشربات اللي هي البوهيمي بقى والحاجات الغالية دي. برضو كان في اطقم منها بتعدي ال2000 جنيه، اطقم شربات ب2000 و2300 وحاجات كده، 2400.
ده كده اللي هناك ده العلبة بتاعته ابيض في بينك، ده كده كانت كاسات، كان عليها عرض برضو ب82 جنيه. هحاول اقرب منهم اكتر اهو. هم دول 6 كاسات، شكلهم نفس الشكل اللي على العلبة ده، وسعرهم كان 89 جنيه تقريبا. والكاسات اللي تحت اللي في علبة بيضة دي كانت ب82. وفي كمان نوع تاني كان غالي، كان ب330 اللي هو ده. يعني في رينجات مختلفة في الأسعار يعني. خلاص دي بقى الكاسات اللي هي الكريستالات بقى، الحاجات اللي هي غالية قوي يعني. بس بصراحة يعني طقم الشربات ده كان ب2000 وشوية. خلاص. فطبعا غالية جدا يعني، او طقم عصير يعني زي ما بتقولوا. ده كان طقم خشاف كده، سعره كان 65 جنيه، بس كان لذيذ يعني، انا كنت حاساه حلو. 6 اطباق صغيرين وبولة كبيرة. ده كده كان طقم صيني، شكله في الطبيعة كان تحفة بصراحة. سعره كان مش تحفة بصراحة. كان ب9200. اللي تحت ده ب4 وشوية. برضو اطقم الصيني ما انصحكوش ابدا تجيبوها من هناك، لان هم اوفر في اسعار الصيني يعني. ده كده طقم شاي، اطقم شاي كلها كانت ب220 جنيه اهي. ده كده شكله، والاطباق معاه المربعة دي. كل الكورنر ده كده كان ب220 جنيه. ده كمان طقم شاي كان لذيذ، شكله في الحقيقة كان ميتاليك كده وشكله جميل يعني. خلاص. برضو طقم الصيني ده كان حلو جدا، عجبني قوي. لونه كان تحفة، وكان مش غالي. ده كان ب4700 تقريبا او 4200 حاجة يعني. سوري يا جماعة، انا نظري مش قوي مش عارفة اقرا الاسعار قوي، وهناك بصراحة ببقى متسربعة. ده بقى كده كان جاروف ب10 جنيه مع الفرشة بتاعته، كان حلو بصراحة. والاطباق دي كانت التلاتة برضو ب10 جنيه تقريبا. برضو كانت الماتيريال بتاعتها حلوة جدا، وعليها طبعا رقم 5 اللي هو ايه، الهيلثي، اللي هو البلاستيك الصحي. خلاص. آه، مش عارفة انا واقفة ليه دلوقتي. بفكر اروح فين. رحت عند الكوبايات دي، كانت 3 منها ب18 جنيه، اللي هي بتبقى ضيقة من تحت وطالعة فوق على واسع كده. شكلها لذيذ، وكمان ميتها كانت حلوة. دي كمان كوباية شاي كانت ب29 جنيه اهي. برضو كان شكلها حلو بصراحة. تمام. كان في بقى بتاعه ورق العنب دي ب14 جنيه، بس انا عارفة ان هي فاشلة. ده كان طقم عشا كده ازاز ب139 جنيه. كان فيه كوبايات وبولات صغيرة واطباق غويطة واطباق مسلطحة يعني، مسطحة دي. كل الحاجات اللي في الورقة كانت فيه يعني، هو كذا قطعة. ده برضو كانت اطقم خشاف، الواحد كان ب50 وده كان ب45. اللي على الشمال هوريكم شكله كده، اللي هو ب50 جنيه. ده برضو 6 بولات صغيرة وبولة كبيرة اهو. مش بطال برضو، كويس يعني. بس طبعا دي مش للعرايس، الحاجات دي للستات يعني. لو انت عايزة طقم خشاف اهو. ده شكله كده كان حلو لذيذ، وسعره كان 50 جنيه. خلاص. دي بقى الاطباق الاركوبال اللي هي البيضه دي، شكلها كان تحفه بصراحه، شكل جديد غير اللومينارك اللي كان بيبقى معروض. بس دي كانت شيك قوي برضو. سعرها كان 15 جنيه الطبق. ودي بوله كده كبيره كانت جدا، بس كان للاسف في العرض لازم تاخدي 2. الاتنين كانوا ب99 او حاجه كده. هجيب لكم السعر دلوقتي. ب99. فالواحدة ب50 جنيه. لو كان ينفع اخد واحدة بس وكنت خدت، لكن هم قالوا لي في العرض لازم تاخدي 2. هي لومينارك فرنساوي، مقاسها 25، وشكلها بجد كان حلو جدا. خلاص. هنا كمان كانت حاجات تحفة حقيقي. صواني اللي هي 26 28 30. الصينية كانت ب99 جنيه. وتروفال، انا بحب تروفال قوي زي ما قلت لكم اهو.
كده اكون خلصت. انا كده بعيد، معلش ما خدتش بالي. بتمنى طبعا لو الجولة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.